المنتجات دي انقذت حياتي، من ضمنهم منتج هينقذنا لو النور قطع تحديدا في مصر واخواتنا ربنا يعينهم. مش هوريكم المنتجات دلوقتي، واحده واحده نفتح كل منتج ونوضح انقذني ازاي. ليا 3 سنين شاري الهارد ده، هو 2 تيرا 2000 جيجا يعني، وكانت مشكلتي معاه اني ما اقدرش اشيله في جيبي واخرج بيه، لازم اشيله في شنطه وعشان ما يتخبطش او يحصل فيه اي مشكله ووجع دماغ من الاخر. جات لي فكره غريبه شويه، ليه ما ادورش عن منتج بيقدم لي نفس القيمه دي لكن بحجم صغير شويه، بحيث اقدر اشيله في جيبي او في سلسله المفاتيح واحط عليه كل شغلي. دورت كتير وكتير لحد ما وصلت لهذا الشيء العجيب. ايه ده بجد؟ انتوا متخيلين الفلاشه دي 2 تيرا دي 2000 جيجا؟ بجد مش هزار. متخيلين الحجم الصغير ده مقارنه بالهارد ده ازاي؟ بجد مش مصدق. بصوا كده، حرفيا مش جايب تمن الهارد، حرفيا صغير بطريقه مش طبيعيه، وفيها مدخلين تايب سي والناحيه الثانيه يو اس بي عادي. مش كده وبس، لا، الشركه بتضحي النهارده معاك مدخل مايكرو يو اس بي القديم، والاجمد من كل اللي انا قلته ده انها مضاده للميه حسب كلام البائع. انا ما جربتهاش صراحه بنفسي، ومصنوعه من المعدن، تستحمل معاك كويس، ارميها وقعها براحتك ما يحصلش فيها حاجه. وده اللي كان بيخوفني من الهارد، ان هو لو وقع واتخبط خلاص كده مع السلامه. دي بقى تستحمل معاك كويس جدا. بعد ما عملت لها اختبارات كتير وصلت القياسات بتاعتها لحد 20 ميجا في الثانيه، بالنسبه لسعرها حلوه جدا، وخصوصا اني بحثت عنها في مصر ما لقيتهاش. انت اقصى حاجه في مصر بتلاقي ال 512. المميز فيها انها بتفتح بسرعه اول ما توصلها في اللابتوب او البي سي، والاجمد اكتر انها مش مقتصره على البي سي واللابتوب بس، لا، تقدر تربطها باي موبايل بيدعم اوتو جي. انا جربتها على موبايل عندي وشغاله كويس وقراياتها سريعه ما فيهاش اي مشكله. انا مبهور اكتر بصراحه باللون بتاعها، لونها زي الفضي شويه كده، ولقيت منها لون تاني اسود. حققوا كل حاجه اتمنيتها فيها حرفيا، مع ميداليه ممكن تركبها في سلسله المفاتيح، وتقدر تشيلها في جيبك عادي بدون اي مشكله، ولا تخاف انها تتكسر او يحصل لها حاجه. انا لحد دلوقتي مش مقتنع ان الحجم الصغير ده بيشغل 2 تيرا زي الهارد ده بالظبط. متخيلين فرق الحجم؟ مش جايب حرفيا حاجه. الصين دي عليها اختراعات عجيبه بجد. من الفلاشه العجيبه دي نتنقل لمشكله جوهريه لمستخدمين الماك واللابتوب بشكل عام. دايما عندنا مشكله ان عدد المداخل قليل جدا، لو ركبت ماوس وكيبورد خلاص كده ما اقدرش اوصل حاجه تاني. في الحر الشديد بتحتاج طبعا توصل قاعده تبريد. طب نوصلها ازاي؟ من هنا جات لي فكره، ليه ما يكونش عندي حاجه فيها مداخل كتير تساعدني جدا. فضلت ادور وادور لحد ما وصلت لده، مشترك صغير تقدر تركبه في اللابتوب والماك عن طريق اليو اس بي او تايب سي، ودي حاجه مميزه جدا. اغلب اللي لقيتهم هنا كانوا يو اس بي بس. صراحه الخامات بتاعته نضيفه، معموله بضمير زياده، ملمسه ناعم شبه الازاز المصنفر شويه في الموبايلات، وده يبان اكتر في اللون بتاعه. وعجبني الخامه الرابر بينهم، تستحمل وافضل عشان ما تضيعش الوصله. والاجمد من كل ده انه استحمل تفتيش الجمارك، وده انجاز انه لسه سليم وشغال. حاطين فيه حته حلوه عشان لما توصله تعرف هو شغال ولا لا. اول ما توصله بتلاقيه بينور ضوء ازرق من الجنب، فتعرف كده ان هو اشتغل. بيطلع معاك 4 مخارج يو اس بي، 1 2 3، والرابع اهو مدخل سماعه 3.5 مللي، ومدخل تايب سي، وكارت ميموري بالاثنين بتوعه. عشان اكون صريح معاك، انا جربت كل المداخل شغاله كويس، بس مدخل السماعه بحس كواليتي الصوت اقل شويه عن لما بركب السماعه من اللاب على طول. الاجمد من كل ده انه مش بيشتغل على لابتوب ولا ماك بس، كمان بيشتغل على موبايل. واحده واحده بركز معايا. اول ما توصله بالموبايل هتلاقيه مش شغال، هتيجي تبعت لي وتقول لي المشترك بايظ، انت بتضحك علينا. لا لا لا، مش بايظ. من القايمه فوق وهتلاقي كلمه اوتو جي، دوس عليها هتلاقيه يشتغل ونور. تقدر توصل عليه اي حاجه وتشتغل عادي، سماعه، فلاشه، زي ما تحب. ففي المجمل وانت معدي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده، وهي كلمه حلوه تشجعني احبك جدا. وتعالوا نشوف ازاي اتضحك عليا في المنتج الثالث. وانا بدور لقيت سمارت تاج 2 من سامسونج، وسعرها رخيص جدا عن مصر. قلت لازم اكون اول واحد جايبها وابيعها بعد المراجعه. قعدت شهر مستني توصل، ووصلت فعلا. كنت متحمس جدا وانا بفتحها، مش مصدق. اتفاجئت بقى بايه؟ بهذا الشيء. قلت اكيد جابوا الجراب هديه معاهم، كرم منهم وكده، بس لا، الجراب بس هو اللي وصل. دخلت اتاكد من البيع، اكتشفت اني طلبت الجراب بدلها اصلا. ابقوا خلوا بالكم من الوصف بعد كده، اهم من الصور، ما تعملش زيي. مش مشكله، تعالوا نعمله مراجعه. الخامه بتاعته نظيفه جدا، طري زياده عن اللزوم، ملمسه ناعم جدا. في منه الوان كتير بس افضلهم الاسود. بيجي معاه حاجه مميزه شويه، وهي العليقه دي بتتركب في السمارت تاج، وخامتها نظيفه جدا. بس كده المحتوى بتاعي خلص، لحد ما اجيب سمارت تاج واجربها بنفسي. من سمارت تاج 2 اللي ما جاتش نتنقل لاخر منتج، وده فعلا هينقذك من قطع النور وهينقذ اخواتنا، خصوصا في شحن الموبايلات، وده لانه مش بيعتمد على الكهرباء نهائي. خليه الطاقه الشمسيه دي مش محتاج مصدر كهرباء نهائي عشان تشحن الموبايل، وجهها بس ناحيه ضوء الشمس هتشحن لك الموبايل بكل سهوله وبدون اي مشاكل. انا جربتها عندي وشغاله كويس، هي بس ضعيفه شويه لاني جايب ارخص نوع للتجربه
عشان ما كانش معايا فلوس وكده يعني. دي تقريبا 2 واط ومناسبه جدا في شحن السماعات والساعات السمارت. لقيت خلايا بتوصل لحد 240 واط وفي خلايا بتوصل لحد 1000 واط، يعني تشحن لك اللابتوب كمان لو عايز، بس طبعا السعر بيكون غالي جدا. خامات التصنيع بتاعتها كويسه جدا وناشفه مش بتتكسر بسهوله، وفي منها انواع اعلى ليها علقه من فوق بتبقى شبه الايد كده، ممكن تركبها في ميداليه. وخامه السلك كويسه، هي مش طويله كفايه بس تأدي الغرض مع وصله الشحن. تكون مناسبه اكتر للجواله ورحلات السفاري خصوصا اللي معاهم ايفون. تركب في جنب الشنطه وتشحن طول الوقت، وكمان في حاله قطع النور تقدر تشحن موبايلك، سماعه، ساعه سمارت زي ما تحب. كان نفسي اجيب منتجات اكتر من كده بس الميزانيه خلصت على الجمارك اكتر من سعر المنتجات، فالشهر الجاي هجيب تاني منتجات عجيبه جدا هتعجبكم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه للتشجيع. اي منتج من دول عايزه داخل مصر ابعت لك عن طريق شركه شحن، ولو خارج مصر ابعت لك لينك الشراء. بالنسبه لي دي اول مره اتعامل مع موقع علي اكسبريس الصيني، ناس محترمين جدا الصراحه، وصلوا المنتجات لمصر خلال 5 أو 6 ايام بس تقريبا. ما تنساش تنورني على ال4 منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا واكبر اكتر واكتر، وابتدي اوزع هدايا. نفسي بجد. دمتم بافضل حال. سلام.